بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الفيديو مالتنا ببسم الله الرحمن الرحيم، واللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك وينورنا باللايك. بنبدأ الفيديو بكيكة سويتها، الكيكة الإسفنجية الحلوة، هي كيكة الشاي، وإن شاء الله أنزل طريقتها بالقناة. طبعا هي سهلة ما يراد لها شي، وطلعت كلش طيبة. من كوبين طحين و3 بيضات وكوب واحد شكر، وبالفرن كهربائي. طبعا أنا ما استخدم الفرن غازي. هنا أنا ردت أشوفكم الشاي والقهوة مالتنا. أنا استخدم الشاي الأخضر، عندنا نوعيتين، شاي بالنعناع وشاي بالهيل، إلها فوائد كلش هواية، أهمها التنحيف وتصفية البشرة وتسهيل الهضم وصحة القلب ومضاد أكسدة وصحة الذاكرة، وعدة فوائد لا تعد ولا تحصى. هنا أنا ردت أنظف الشاي بترسبات، من كل ما نفور الشاي أريد أنظف القوري، فلح أحط بيه مي بارد أول شي، وأحط بيه ليمون دوزي مثل ما موضح بالشكل، وبعدين أحطه على الطباخ وأفوره، وهسه تشوفون شلون راح ينظف. ومو بس القوري، أي شي عندكم، مثلا دلة، غلاية، أي شي عندكم بترسبات، حطوا بمي بارد وحطوا بيه ليمون دوزي وحطوه على النار يفور كم فورة، يطلع الترسبات كلها بهاي الطريقة. وبعدين جلفوا جلفة بسيطة بالجلافة وزاهي، ويطلع عندكم نظيف جدا. هنا دا أجلفه بدون أي عناء، يعني في شي كلش بسيط. شوفوا شلون طالع يلمع لمع جديد، ونورونا باللايك، وشكرا جزيلا.